بكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لدرسي شيت البرزان لعلوم بلاغة، لكتاب الإظهار في علوم البلاغة، قيشنا علم السيم دا علوم بلاغة كفيدة قتل علم المعاني. علم المعاني وكو مقدمة مختصر. إن الكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين. كلامك قربي وكاري قصي كاري جريها بيرسل برام بركات أوي كمتكلم بالشوية شواد دري دبري كبقون زي لقر حالي أو كسيك خطابي قصي لقر دكيت كواتا. إذن لابد لطالب البلاغة بون من هر كسيك خوي بقتابي بلاغة علم بلاغة دابنت أن يدرس هذه الأحوال دي بحالة نبزانت طاوك بطواني ببي حالي وقصي لقر بكاتم كواتا، ويعرف ما يجب أن يصور به كلامه في كل حالة. سكتو دبي بهر حالتك بشوازي قصي لقر كسي دوم مخاطب قصي لقر بكي، فيجعل لكل مقام مقال بون نبوهر مقامك مقال يعني قصي تايبت من دبيت. وقد اتفق رجال البيان يعني البلاغيون واتفاقا على تسمية العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اقتضاء الحال. ويجعل علماء بلاغة أو جور علميا ناولين سناويا لنا علم المعاني. علم المعاني تعريف كيف يا بريزان؟ علم المعاني أصول سن من سنيك وقواعد سن قاعديك يعرف بها بوي أو علم بوي أو أصول أو قاعدة أنا متزانين أحوال الكلام يعني حالي أقصي كقصيديكين كلام بس من في كلام عربي برزان التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال بوي بوجون زي أو كزيك مقتضى حال مخاطب كسي دوم بحيث بيكون وفق الغرض الذي سيق له يعني بفي أو ما بس كدماني بوشي وازا تعرشتني بوبكين بوده فرمي فذكاء المخاطبي أجر كسي دوم كسي ذكي وتيجيش وعاقل وجير به حال تقتضي إجازة القول بيزك كوقسكت بكرتي قصي لقلبك يعني دريج دادر النبي شك بزار دبي كابرا. فإذا أوجزت في خطابه كان كلامك مطابقا لمقتضى الحال أو قسكت أجر بكرتي بود باسكت أو ديار دجر مقتضى حالي يجنزع. وغباوته حاشاكم كسكت كسي كم عقل به حال تقتضي الإطناب والإطالة أو بيوسي زيادة دربرين اللي بدري شقصي بوبكيت. فإذا جاء كلامك في مخاطبته مطنبا أقرأت وتبدري شخص ذاك الكرد كاتفوه مطابق لمقتضى الحال يعني هل يكو ببي خوي قصي لقردك دبي أستكان دابج بكي ببي أستكان قصيان لقلبكي. ويكون كلامك في الحالين بليغ كواتا بليغ أو كسيك حالي برامبر دزاني باش في قصي لقردك أو بليغة نوع اختياري كلمات قرص خلق كان زاني ما نايسيا أو ما نايوني بليغة كسيج دفرمي ولو أنك عكست لانتفت من كلامك صفة البلاغة. فقردك كابراي ذكيك عقلك بشويش دريجة دادر قصد لقل كردو دقاي حاشاكم كسيج كم عقليش بشويش كل قصد لقل كرد دريو أوي كتب بيتسواني بلاغة هرسو كوتد كردوا. بابتي علمي معاني برزان ديار بابتك اللفظ العربي زماني عربية اللفظ أو التلفظ كديكين من حيث إفادتها المعاني تفرمي الثواني التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم يعني دبي بقون زدقر أصلي أو كسيكت وقسكي لقال دكيت لو شي وازيك وابتوي قسي لقر بكيت دقر سياقك ومقتضى حالك من جعل الكلام مجتمعا على تلك اللطائف والخصوصيات دبي أقصيها هم لطيفة كانوا متعبة من ديكاني تدابي التي بها يطابق مقتضى الحال كالأجر كسكب وجنزي سودي تبرز أو علمي كيسامة دخوين دفر من معرفة إعجاز القرآن الكريم ناسين إعجاز القرآن يعني فرمو سيري كان خواهي قورا له هندك شوين للقرآن دبيني هندك كلمات شوينك باسي بكدك لا شوينك دري مكة هاي وجوازيان هي يعني نيتيان ها لهندي شوينان دبيني كاتك باسي سيروك كده كاتن لسيروك لقصص كان القرآن بتفصيل لهندي شوينه والله هندي شوين بشيوية عابر زول بخيرها ها تفصيل في هذا تبي بزاني مقتضى صورته أو بيوز ذكاتن داعيني للتفصيلي بيبداتن زهري كوبا بي
شويني خوي بوي إعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من جودة السبك يعني تزوري بيكاتك إلى القرآن كوايا وحسن الوصف زواني وصف كدنكي براعة التراكيب أو التراكيب إلى القرآن هي اللي هي الشيء يشترني برزان ولطف الإيجاز اختصار ده بنتسمى مختصرة عند الشويني وما اشتمل عليه من سهولة التركيب يعني بين القرآن ما شاء الله سن آسان يعني سورك بقى آسان القرآن تذكر بس والله عندك الشعري عربي هي أجر معظمها شيء جوري لا بيش قدانا لو أنا نزاني باهج الشكات حتى دربرين وخينا وكشي آسان ترى القرآن في ثواني كلامي عرب ذا شعر يعني نثر بيته جزالة الكلمات كلمة كانك سن المنياني وعذوبة ألفاظه وسلامتها يعني حتى شيرناية نمونك أبو بجرمة أبو بكر الصديق رضي خيالي بك باشوي الصحابة برزا كان هجرتي عن كردونا خوشي ودرد السريان دي وتقريبا برلوي ببيتا باش بعثتي يعني بدصل بعثتي بيغمس صلى الله عليه وسلم يعني صحابة زور بزار ببونو مجموعة هجرتي عن كرد أبو بكر الصديق يسوي دعوة بيغمبري خواهي كرد قلت يا مش دم أقرم في يبدأ هجرت بكم مش دري بروح والله دزدك أو بلام بالعكس خلقك برو يمن ضربات لرجعت وش كابرا يقدر بينا وكم بيرنيا دريت إمام أبو بكر رضي خوالي بدريت شيء ودتسي دري والله قوم كم دري عنك دي ما ضرهم دريت لو كسانني ندرت بكن بخشت بروي نلو كساني كدرت بكن نلو كساني شك بخد بريال بديت يا بروي بقرها دري لقى خوي هنا بلام لوي جواري بيدا قلت ولا جير جواري منو كسر نزدني كبرا كل تير كواني كسر شاي لشاني أنا قراءة مكي زوان عادتي أبو طاف يعني ذكرت جوا أمني جارم بيدا بنام بيدا كسر قريش بوينه بو يعني قاعدة بو كسر بوينه بو تدخلي كاتر بلام مرجان بودانا مرزكات سبو قلت أنا إمام كبراي برين مجيرك قلت أنا بشرت جريت بذن أبو بكر بقرته لما ريخوي عبادة صدقة بابيك هيك شبانيا ويجدك قرآن ذي حرسي دكاتن بلام نابي لدري ريبي نادين باشكر رازي اوش بإمام أبو بكر قلت من بومر زيدت أنا ريت بيبدم اوش قلت باش إمام أبو بكر زي خالي قراءة ماله خارج عبادة بدواء بيري كدوا آخر بتاني للجوري عبادتها برك تامين يا دري حوشي شي قوريها بو قلت دسم له حشي خم لشفينك مزقوت يقدر الزكام ما بس بيغرفيك خم خارج عبادة دبا الله تسولي خارج عبادة دبو قرآني داخل الدنيا جدا كرد دري خلتشي مكي أفرتكان ومن ضالكان يعني تسونسيان ذكر جاني ذكرت إمام أبو بكر عادته شو أبو كقرآن دخل زور ضمن مدة قريان خوي بيرانا بزيرة ترى أنا شهرها مدرسون لدي أريداء دنيش تنجان دا إيه قريش قيد بو قلت أنا ما بسرقة أقري ما أتبيه قرآن ما خرج بخيني أما رازينين ما بس نسمع لو تسيروكي بريزان كاريجري قرآن لسرشة أو كسي جيلي دقري سان كاريجرة سير كان أوان دائما تدري للقرآن والغو في كقرآن دخينا قلت سبكان لغو لغو كانوا في خلق جيلي نبي سكت زان بجيليبون كاريجري أنا سرتكات وعذوبة ألفاظه وسلامتها إلى غير ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن مناهضته يعني عرب سن محاولة كرجات يبقى براميتي بي نكرة وحارت عقولهم يعني حتى مش أنا متوشي سر سرماني بن أمام فصاحته وبلاغته وكذلك معرفة أسرار كلام النبي صلى الله عليه وسلم بها ماشي تشون القرآن إعجازي خويا يقصي في غنبري خواش وتوتو جوامع الكلمة ها في غنبري خواه فهمي فهو أبلغ البلغاء لها مو بليغة كان بليغ ترى وأفضل من نطق بالضاد ولا همو جوان ترين دربنيش ببيتي الضاد وذلك ليصار للعمل بها بويك إيش بيبكاتن ولاقتفاء أثره في ذلك بدويدا بروا سودي دوميان الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة دائما ما بهوي بلاغة بهوي علم أسرار البلاغة وفصاحة ما بهو ذلك في منثور كلام العربي ومنظومه هم لبخشانكي هم لشعركي كي تحتذي حذوة بوي بشوين بيدا بروين وتنسج على منواله بدويدا بسنين ودروسي إنزا ونفرق بين جيد الكلام ورديه بوزانك كأقصى وكسدك جوانا دروستا يعني غلطة وخراب إنسان بهوي أو علمي بلاغة في أردبيتن دانر علمي معاني شيء برزان الشيخ عبد القادر الجرجانية صالي 907 هجري وفاتي كريام
علمي معاني لسه بابتي خوي وردقري لقرآن وردقري لحديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكلامي عرب لو أنا استمدادي كردوا تسان قسمي شي هي هشت قسمي هي برزان يكم يعني خبره دوم يعني إنشاء سيم يعني تقديم وتأخير تسارم يعني حذف الذكرى بينزم يعني تعريف وتنكير ششم قصرة حفتم يعني الفصل والوصل هشتم يعني الإيجاز والإطناب والمساواة زي شاليك بيقدين السريو وبيتوانا يكم مبحث بيد قلت لي الخبر يقوم كلام العربي على لونين من الكلام بقول دائما قصي عربي دو بشا دو نوعه دو لونه إما الخبر إما الإنشاء يعني خبر يعني إنشاء خبر سينشات يعني تعريف الخبر لغة يعني العلم يعني الإلمام الإحاطة ترى خبر به يعني سيها يعني علم به يعني إلمامكم هي إحاطة الدورية ومسألة دزانا هذه لرؤية اصطلاحا سيبرزا خبر دري هو قول سيكا بلام يحتمل الصدق والكذب يعني هم خبرك بقول احتمال يسدك راسي وتروي بود دشكري ويصح أن يقال لقائل إنه صادق أو كاذب دكري أو خبرك هنا بيبلين رازقو يعني حشاكم كاذب دروزن باش شون دزاين الصدق يعني كذبا غير دبي بيوريك ما نبي والمقصود بالصدق مطابقته تبي دقر واقع بقول زي دقر واقع كواتا صدقك أو مطابق واقع أدي كذبك عدم مطابقته للواقع بقول من الضلال زيد هات سيدك هات يا الناس بينت هات خبرك راستا زيد يارنيا كواتا أو بيتسوانك أو بيد قتري بيتسوانك ها نعرف كذب يعني واقع بواقع تبر هذا سر اشتكي خبرك يددت مثال حضر الزائر زائرك هات أمادبو أما اللي مسند إليه كزائرك مبتداك مسندكش كخبرك حضرك شكم اللي راما تسمان دايت بار زائري تخبرك حضور أمادبو الونيا ديت مشاتك يعني حضورك بويا النبوة هذا حضورك هبو خبرك صدقة راستي أجر نبو ديارك كيف ببيت سوانا كيتي دار فإذا خرجنا من البيت وتأكدنا من حضور الزائر فالخبر صادق وإن لم نرى الزائر فالخبر كاذب بلان برزان يقشت كتابيني زور قرينجا هندق لبلاغي كلمة لذاتيان إضافة كرديا يعني يحتمل الصدق لذاته يعني يحتمل الكذب لذاته أو لذاته زور قرينجا أو إضافة بها به بو القرآن والسنة بيغمبري خوا ليبيني نظري قرآن والسنة بذات خويا صحيحا ناس نجر معياري أو مطابقي بويا هندق لزانيان أو لذاتها لبو تعريف خبرتها زياد كرديا بودن الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته أي لذات الخبر بنفسه وهذا يخرج ما كان صادقا قطعا وما كان كاذبا قطعا ومن القرآن هو كلام الله وخبره إلى الناس في زكاة ما بسيب لنا بزينه آياتا دقا واقعة نخر فهو بالنظر إلى قائله صادق قطعا وأيضا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما يوحى إليهم أو يكبوا بيغمبرات هروها برزان بديهيات مألوف بديهيات يعني ساعة يعني أوش تخبراني بيوز ببير كدنو هناك أسمان السسر معنا في زكاة الدباب سينا دريت مشان أسمان كم زين أسمان السسر معنا يا رجال بديهيات هم كزاني بديهي يعني بيوز بإعمال فكر ناك يكسر أجر سنرة في زكاة تاقي كم بزام دس مسوتيني هو بديهيات هم كزاني ونيا زوي لجير معنا في زكاة ريبا تعقدش كم زين زوي لجير معنا هو أنا بديهيات يعني أنا الداعيني يعني أنا لذاتي خويان إذا هي صدقة هشة تبتبيت سوانا كي بون هنا السماء فوقنا في زكاة تعقد كين الأرض تحتنا ماء البحر مالح أو البحر تيها سورة في زكاة بسين تعقد كين وزين سورة ماء النهر عذب أو الربار شيرنا مذاق الحنظل مر حنظل أو تسبدلين أو جارف تريد تالا في زكاة تعقد مذاق العسل حلو
هەنجینتیا ئەوانە مەقتوعن پێچەوانە کەشمان ئێستا هەیە بەڕێزان ئاگاداری وأما الأخبار المقطوعة بكذباتها ئەوەی کە پێویست بە بیرکردنەوە ناکات درۆیە ولا تحتمل الصدق على الإطلاق الأخبار المناقضة للبديهيات بيتسواني بديهيات وكتسي الجزء أكبر من الكل جزء قورتنا لكل بابي كنا حاشاكم ودرويا والشهر 20 يوما ما انقز رجاء بيزناك درست يستالوانا حكمتي خومان أو خبري براز داناني بس ناب بيتسواني كرديا أما دارين بيس أو برديد الشيستو زيادة والغراب أبيض اللون قال الرش سبيها خلوه قال الرش عاد قال سبيها وسم الأفعى لا يؤذي أزيد نادا وكذلك الأخبار التي تتضمن حقائق معكوسة يعني بيتسوانا بون من الأمانة والصدق والكرم والمروءة رذائل تسباتشي والراستي وبخشندي وبياوتي هم خراب عكس والخيانة والكذب والبخل والخسة فضائل تشاشين أو عمي بيت سواني بديهياته بريار كواتا درويا لذاتي هل بخوي سيها هل بخوي درويا بيزناك إنسان بير لو بكاتا بلام لي ربرزان سبارت بمعياركي بلاغي خلاف يعني معنى صدق والكذب عند البلاغيين معياريان زياوازة جمهور رأيه هي جاحظ رأيه هي أو يتريسك بدواي دادة رأيه زياوازي هي للاي جمهوري بلاغيا خبر محتمل للصدق والكذبة لذاته ولكن ما معنى الصدق والكذب للاي جمهوري بلاغي يعني سير راستا خبرك يعني سير دروي معيارتيا يرى أكثر علماء البلاغة أن الخبر يكون صادقا كنجر راستا إذا طابق الواقع ويكون كاذبا إذا خالف الواقع فنقول المطر يهطل بغزارة باران دباري بخور سير ذكي نقدر بيني من وايا دلين خبرك الراستا سوينا دلي أسمان سامال بو دلين بيت سوانا كيت دل فإذا كان الخبر مطابقا للواقع وهو نزول المطر حقيقة فهو صادق وإذا خالف الواقع فهو كاذب وعبرة بمن قال ذلك ذاني تصدالي أو شيء الجمهور يعني معيار الجمهور تبو واقع نظام يكك لقوري معتزلة كان إبراهيم كوري يسار البلخ بلخي خلشي دكوت الإيران ده أحد شيوخ المعتزلة الكبار يعني الشيخ القوركاني معتزلة كبو مع مصايج حفظه صالي 132 هجري وفاتي كلها زين 132 هجري كانت طبقة شيء طبقة تابعين طبقة دوما تفضل إبراهيم كوري يساري بلخي طلع فقد خالف الجمهور أو بيساني الجمهور بالرياضي ده وقال الخبر الصادق ما وافق الاعتقاد خبر الرازقو أوي دقر عقيدة كسكر رازبي خبر دروج أويها دقر اعتقادي بيساني بي وكتي بلغيتيا لو أنا خلقانك بريو لخوق صيدك كاكو يسدر بآياتك سن لسوري منافقون لآيات يكخواي قرد فرمي إذا جاءك المنافقون كاتك منافق دين لات قالوا نشهد إنك لرسول الله شهادة دينا تتسيه هيردا يا إخوان واش تحكيت كاتو والله يعلم إنك خلاف ما لسر أو إنك محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بلام لك كوتاي آياتك تصدق خبري منافقان بس دادني والله يشهد إن المنافقين لكاذبون دلدلو يانك يباشا بواقع محمد رسول الله نبو قتلوا خوالك كوتاي دفر بدلو يدك أنا يعني خبرك بس دانا بكذب دانا كواتا وضليت سي نظام دل لبرو المنافقين كان باور يعني نبو اعتقاد يعني ونبو كمحمد رسول الله مخالفة اعتقاد يعني بولو يبدلو يدانا كواتا لير معيار لا أوسعها اعتقاد دقر اعتقادي الراس بو مطابق بو دلين راستا دقر اعتقادي مخالف بو دلين بيتسواني أو شرحة كمان باسكت بلام الجمهور ردي داتو رازلين بقصيبي
وأما رد الجمهور على النظام فقالوا باش أخوات سي بدروخسنوا سيد كان خبرك بدروخستوا يان شهادة كيواني بدروخستا خواي قورا كذبهم الله تعالى لقولهم نشهد إنك يعني شهادية كي بدروخستوا نك خبرك شكا أوان شهادية كان سبو درو بس واقعي محمد صلى الله عليه وسلم سيا خبرك رسول الله بلفظ نشهد لأن كلمة الشهادة لا تسمى إلا إذا وافق فيها اللسان زمان دبي مطابق بدا قلت إيوان بيتسوان نبو بس ما نقول رسول الله بلان باطلة باقول يان بي نبو ولو أنهم قالوا مثلا باشا قبيان قد قالوا محمد رسول الله ونيا أو كاتي ندك أبري درويا كان خبر يقول خبرك أشياء راست ما كانوا ليكذبوا في ذلك بدرو ندخان أو كاتي لأنه مجرد قولك كاتلير اللي جمهور رديان داوا قلت كانت سنظامي قلت كان نخير أو برياريتو هلايا جاحظ هاتقور جاحظ أو طلبي نظاميا أو قصة بيرخصناوي خويتي أوتي استدلالك بآيات برام استدلالك حلايا أما شيء ما نيجو زار جمعنا زور بلغان ده بي برام زور زار عملي استدلالك غلط لازم لو أصول فقه وتان خوين دينا يعني كابرات دي آيات تبوديني حديث دوديني برام أو آياتك أو دي كاتب بلغبو خوي لشويري خوي بس جيري بناكا أو آياتا بجيريوي كاتي سبون آياتي هنا ظاهر واي برياري ذا كوا أوا بلغيتي بلام جمهور النخير أوي كأي ورد كراوة شهادة كتان رد كراوة نخ خبرة كتان شكا خبرة كت درستا بس شهادة كتان درويدة كاننكو شكا درين نشهدو ويا شهادة ذا المنافق شهادة نحتن بوي إسلام كنا كان بآياتك تسبو حلاب لا النظام دري عقيدة معيارة دقع عقيدة مطابق بي خبرك الراسة دقع عقيدة مخالف بي دري درويا جمهور دري واقع شيء واقع ذاك إنما نقع اعتقادي كسكي جحظ كطلبي خويتي الناوي كنيك أبو عثمان عمري كري بحري الجاحظ لما سلي اللغة وأدب العصري خوياني إمام بو كتابي قال لك زور بلو أنا البيان والتبيين صالي بين صوت وفنزادو وفاد دكاتن بلام سيد ذكي أو كابرا بخو جاحظو بنا وشكت أو مكتب الرجاجي بن كتاب أنا كي وفاد دكاتن يعني بهوي كتاب وفات كرت مكتبش قوري أبو كتبني وفات كرت جحظ برياري تشكي هي وأما الجحظ فقد قسم الخبر إلى أقسام ثلاثة جحظ هستا خبري جمهور نظامي تيكردك هردو رأيك رئيس يامي دروس كردها در خبر الصادق هو ما طابق الواقع والاعتقاد يعني قصي جمهور تيكرك نظامي تيكرك هذه خبري كاربتيا ما خالف الواقع والاعتقاد در خبر إيش معنى نبي قلت درو لا يوصف لا بكذب ولا بصدق نبراز دا دري نبدرو دري وكنت سواء هو ما طابق الواقع وخالف الاعتقاد أو خالف الواقع وطابق الاعتقاد نمونا جاء علي من السفر فإذا وافق الواقع وخالف الاعتقاد أقر واقع يجو بس جاء اعتقاد جوازه دري وانا راستا ندرس سكال لروي واقع السير ذكين اشتيكي ترى لروي اعتقاد سير ذكين كاتو دري نبي دقدري الصادق نبي دقدري كذا هو تقريبا بوتسوني خويتان بلام نان بيكا وعقد دار من باشا أغراضي خبرت يا برزا دائما خبر ما بس له خبر يعني كسر لولا رادي دري أو شرويدا لا شك الجمهور يدرسته
أغراض خبر برزان دري إن المخبر يعني كسيك حوال ديني عادة وغالبا ما يقصد بخبره أحد الأمرين دوشنا كسيك سنة دري هات حوالي شبه دوما بس لو خبري يان بيدي قلت لي فائدة الخبر يان بيدي قلت لي لازم الفائدة فائدة كانت ست زياوزين اللي ما عندك فائدة خبر يعني سيام أي إفادته الحكم الذي يتضمنه الخبر يعني دي حوالي شنوي بتو ددات وكوتسي دري زيد ناجح لدري كسيك هات قلت زيد ناجح بوا بلام بشي يقول بكسي يقول لمن لا يعلم بنجاحه أو كسنازعني كوا زيد ناجح وهذه الفائدة هي المقصد الأول من مقاصد الإسناد الخبري أصل بها الخبر أو هذه فائدة الخبر به يعني اشتيك أتنزاني و تبيض لكاكا وخبريكم بو هنا كاتو علمت بينيا أو بيمرا قاعدي أو زورة خبرت بيدا قدري أو بيدا قدري فائدة الخبر أدي أقاو زاري خبرت هنا أبو باتو ضلي بزاتو خبركات زانية يعني وما بستي نية كاتو أو خبري دا زاني ما بستي تشتري هي وكتسي أو بيدا قلت لازم الفائدة إفادة المخاطب كون المتكلم عالما بالحكم وكتسي ضل أنت حفظت القرآن أتسيا القرآن لبرك الجام بلام بكسر بريت القرآن لبرك ده هيك خبرت شنو في جيش بقول حافظ القرآن هنيا هذه خبرت استفادة هي استفادك أو دليل أنه يلزم من إفادة المخاطب الحكم إفادته أن المتكلم عالم به أو زارينات خبرت شنو بتوب داس كتو دري القرآن لبرا يعني أميش دزانم يعني أميش دزانم سكلو أم بسبب برز بين وقتابين يتصير المقلب من زيادة هي وقتابين يعني بس أقل ما بس أميش دزانم من وقتابين أو بيدا قلت لي لازم الفائدة كوات الفرق لنيوان أو دويت يا برزان إسا زيادة كان لنيوان ذكي الفرق بين الغرضين إن المخاطب في حالة الأولى لفائدة الخبر تري يكون جاهلا بمضمون الخبر يعني خبرك لا نية هيز علم يشي بي ويريد المتكلم أن يعلمه تيبقيني وفي الثانية لازم الفائدة يكون عالما بمضمون الخبر يعني كابرا خبرك يتزاني إلا أنه لا يعلم أن المتكلم عالم بلام أتنازاني كأو دزاني أو كسي خبري وتو هنا أتنازاني أو كسك هذه خبرك يودا كأو علمي بيه يعني كواتل لئيد وما هيت سوديك بو برامبركينيا تنابو متكلمك كوا أمنيش دزانم أمنيش أعقام لو هوالي ليرا كوتاي بدين إن شاء الله أغراض كان درسي دهاتو بإذن خواهي قورا سين السرية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم